فالسلام على الجنوب اللبناني، والسلام على الشمال اللبناني، والسلام على البقاع اللبناني، والسلام على أهلنا في بيروت، وسنكون معهم دوما يدا بيد إلى النصر المؤزر والمحقق على أيديكم وأيدي المؤمنين في جميع أنحاء العالم. ومن على هذا المنبر الشريف الذي صدح من خلاله صوت الحق دوما وسيبقى صادح من أجل الحق ومن أجل المظلومين والفقراء في العالم أجمع، ومن أجل نشر السلام والإسلام، ومن أجل مناصرة أهلنا أينما كانوا، فإنه كما ورد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وليعلم الجميع أن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كالجسد الواحد، لا نفرق بين أحد منهم، ونحن لهم محبون. فمن على هذا المنبر أدعو كلا من المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية وكذا الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها أمام نسف الدم اللبناني ومن دون تدخل بالشأن اللبناني، وأمام ذبح وقتل المؤمنين في لبنان، وذلك بأن يطالبوا بوقف الإرهاب الإسرائيلي ضد لبنان فورا، فهذه مسؤوليتهم أمام ربهم وأمام مجتمعاتهم وأمام ما يدعون من هدفهم، أقصد نشر السلام. فأين السلام مما يقوم به العدو الصهيوني ضد الأراضي اللبنانية؟ وأخيرا نعاهد سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها بأن لا ننسى أهلنا في لبنان الحبيبة، على الرغم مما نمر به في عراقنا الحبيب من احتلال أمريكي ظالم ومن إرهاب أتباعه النواصب الذين أخذوا على عاتقهم تفريق الأخوة. لكن سأبقى مدافع عن إخوة الشيعة وإخوة السنة على حد سواء، وسأجعل من وحدتهم سلاحا فتاكا أمام عدونا المشترك. وكما قال السيد الوالد قدس الله تعالى نفسه الزكية، بما معناه أننا لو توحدنا لاستطعنا أن نهزم إسرائيل بغير سلاح، فإنهم كانوا يملكون المال والسلاح، فنحن نملك الإيمان. لذا أدعو مضافا إلى ذلك القوى الدينية والسياسية إلى تحمل مسؤوليتها أمام الله أمام ما يحدث من انتهاكات ضد شعبنا الحبيب في لبنان. ولذا أطالب بوقف فوري للحرب